السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة زوم فوت. سيخوض المنتخب المغربي غدا الأربعاء أول مبارياته في كأس إفريقيا التي انطلقت السبت الماضي، وقد عرفت هذه البطولة في جولتها الأولى العديد من المفاجآت كتعادل المنتخب المصري ضد المنتخب الموزمبيق وتعادل كل من نيجيريا والجزائر في أول مبارياتهما، لتجنب المفاجأة في مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب تنزانيا. يجب على اللاعبين المنتخب الوطني التركيز وعدم استصغار الخصم، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب وليد الركراكي على نفس التشكيلة التي يعتمد عليها في المباريات السابقة مع تغييرات طفيفة في بعض المراكز. وقد يعتمد وليد الركراكي على الخطة التالية: في حراسة المرمى ياسين بونو، أشرف حكيمي كظهير أيمن، نايف أقرد وغانم سيس ويحيى عطية الله كظهير أيسر. وفي وسط الميدان يعتمد على أمرابط وأناحي مع سليم أملاح. وفي الهجوم سيعتمد على حكيم زياس، سفيان بوفال ويوسف النصيري. وقد تعرف هذه التشكيلة بعض التغييرات كدخول أمين حريت مكان سليم أملاح أو بلال الخنوس على حسب النهج الذي سيدخل به وليد في هذه المباراة. فأمين يعطي حلول هجومية أكثر بسرعته وحلوله الفردية، بينما سليم أملاح فيعطي توازن أكثر لوسط الميدان وقوة بدنية أكثر في تدخلاته وسرعته في الرجوع إلى الوراء. وقد يعرف مركز الجناح الأيسر للمنتخب الوطني منافسة أخرى بين بوفال وأمين عدلي، وستحسم هذه المنافسة فقط الجاهزية البدنية والنفسية لاختيارات وليد من سيلعب رسمي في هذه المباراة. وفي الأخير لا تنسونا بالاشتراك في قناتنا ودعمنا بلايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في هذا المحتوى. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.